السكون هي عملية إدراكية بتحصل ما بين إن عقلي وقلبي وروحي في حالة اتحاد. اتحاد على معنى واضح جدا، اتحاد على معنى مفهوم بالنسبة لي. زي بالظبط الصيادلة عارفين في حاجة عندهم اسمها سينرجيزم. يعني ايه؟ يعني التآزر. يعني في أدوية بتعمل تفاعل كده بيبقى أكبر بكتير من لو كل دواء اشتغل لوحده. عشان كده في بعض الأشخاص ممكن يتأثروا لو في دواء عمل مفعول مع دواء تاني، ممكن يعمل مفعول يا إما قوي جدا يا إما مفعول يبقى خطر جدا. فالسكون هي حالة تآزر ما بين أو اتحاد ما بين العقل والأفكار الصحيحة اللي بنجيبها بالإيمان والحلول زي ما قلت قبل كده للأسئلة الفلسفية بتاعتنا، والقلب وتعلقه بربنا سبحانه وتعالى وتعلقه بالعوض اللي جاي، وإن روحي دايما ثابتة فيها معاني حلوة قوي، دايما بترجعني لمعاني حلوة قوي مثل الجمال مثل الحق مثل العدل أيا كان. فالتلاتة دول لما بيجتمعوا مع بعض هي دي الوحدة اللي بتحرك البني آدم في الحياة وتخليه يعرف يفكر بشكل واضح. ومن هنا طلع منهج سكون.